السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناه سهر ستايل. النهارده هنعمل مع بعض البوكس ده. شكله حلو جدا وينفع نعمله تي بوكس نحط فيه باكيتات الشاي واليانسون والحاجات الفتل دي، وينفع للاكسسوارز كمان حسب استخداماتك وحسب الحجم اللي انت عايزاه بيه. ان شاء الله يكون سهل ويعجبكم، ويلا نبدا. اول حاجه انا هعمله يعتبر حجمه كبير. لو يعني هعمله 30 في 30. لو انت عايزاه للبيت اعمليه 20 في 20، انما دوت عشان مش للبيت فعاملاه حجمه اكبر شويه. فجبت قطعتين كرتون 30 في 30 ولزقتهم في بعض. جبت 4 قطع كرتون مقاس 30 في 10 سنتي ولزقت كل اتنين مع بعض بالغيره بالشكل ده. وكمان هجيب زيهم تاني 4 قطع كرتون مقاس 34 في 10 سنتي وبرضه الزق كل اتنين مع بعض بالغيره. يبقى كده عملت الاضلاع بتاعه العلبه نفسها. اخد بقى القطعه 30 في 30 دي والزق الجوانب عليها. انا كده بقى معايا 4 قطع كرتون اللي هم بتوع الجوانب. ابدا الزقهم عليها بالشمع في الجوانب بالشكل ده واكملهم كلهم لحد ما اكمل شكل الصندوق كله. هيبقى معايا بالشكل ده. كده انا خلاص خلصت الصندوق. دلوقتي بقى هعمل الغطا. هجيب 4 قطع كرتون مقاس 30 في 3 و4 قطع كرتون مقاس 34 في 3 وبرضو الزق كل اتنين مع بعض بالغيره. انا كده بعمل الغطا. هجيب بقى قطعه كرتون واحده مقاس 34 في 34 وبعدين اجي ارسم في النص بتاعها كده مربع مقاس 18 في 18 واجيب قطعة كرتون مقاس 30 في 30 وبرضو ارسم فيها مربع مقاس 18 في 18 واخليهم مفرغين بالشكل ده. هاخد بقى القطعة الكبيرة منهم وابدأ الزق عليها الاضلاع اللي انا عملتها اللي هم قطع الكرتون مقاس 30 في 3 ومقاس 34 في 3. وبعدين اجيب اي ورق خفيف عندي والزقه على الحواف بتاع الكرتون عشان اداري الشكل الخارجي بتاع الكرتون دوت. دلوقتي انا عايزه اعمل فواصل للقطعه بتاعتي. انت لو عايزه تسيبيها مفتوحه كده براحتك، انا هعمل فواصل. فجبت 4 قطع كرتون وعملت فيهم اللي هو النص سنتي المفتوح دوت وعشان ادخلهم مع بعض يبقوا معايا بالشكل ده. ممكن تعمليهم بس يعني 4 تقسيمات فتعملي قطعتين كرتون بس براحتك يعني. انا كده معايا الصندوق كله بعد ما غلفته بالكرافت، ما عدا معايا قطعه كرتون بس هي اللي وحيده بره اللي هي كان مقاسها 30 في 30 دي بتاعه الغطا. اجيب بقى الدهان البلاستيك بتاعي وابدا ادهن بيه القطعه بتاعتي. دهنت القطعه كلها باللون الابيض. بعتذر الاضاءه كانت عاليه جدا في الجزء ده، معلش. كمان جبت شويه دهان اللي هو لون بينك خفيف قوي عشان ادهن بيه القطعه نفسها من جوه. وبدات ادهن القطعه بتاعتي من جوه باللون البينك. اما بالنسبه للغطا فدهنته باللون اللي هو البيج الفاتح. الاضاءه طبعا ما كانتش مبيناه قوي هنا، معلش، بس هيبان دلوقتي. الصندوق من بره نفسه سبته باللون الابيض. وجبت المناديل دي انا جايباها من محلات هي ورزقها اللي في شارع شهاب، محلات 2.5. الباكت فيه 10 ب2 جنيه ونص. وابدا الزق المنديل بتاعي على الصندوق من بره بالورنيش المائي واقطع الزيادات اللي فيه دي. هشيل الزيادات من تحت كده، ممكن تصنفريها او تعملي عليها بالورنيش وتشيليها. وكمان طبعت الورق ده من النت، طبعا هحط لكم الصور دي على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وبدات الزقها بالغيره بالورنيش المائي على الغطا بتاعي من فوق. كمان جبت اللون اللي هو الزيتي دوت وعملت بيه رتوش على جوانب العلبه كلها. كده العلبه من جوه خلاص انا كملتها. عايزه اعمل شكل اللي هو كانه كتابه كده. جبت الستنسل ده ولزقته على القطعه بتاعتي وبدات اعمله بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بحطه وبعدين اعمل فوقه باللون اللي انا عايزاه وبعدين ابدا اشيله فيطبع معايا الشكل اللي انا عايزاه. انا عايزه اللي هو شكل الكتابه كده، فاقوم شايله الستنسل ده يطلع معايا شكل الكتابه بالشكل ده. انا جايبه الستنسل ده اونلاين عشان لو حد حابب يعرف يعني. وكمان من جوه عملت في رتوش كده من جوه برضو. هيبقى بقى معايا الغطا نفسه. جبت قطعه ازاز مقاس 20 في 20 والزقها على الفتحه اللي انا عاملاها دي من جوه. لو انت مش عايزه تعمليه مفتوح بالشكل ده يبقى ما تقصيش بقى المربع ده من الاول، ما تفرغوهوش ولا اي حاجه ولا تحتاجي ازازه ولا اي حاجه. فانا لزقت الازازه وبعدين فوقها قطعه الكرتون اللي انا كنت سايباها لوحدها. كمان جبت المقبض وركبته. جبت مفصلات وبدات اركبها بالمسامير بالشكل ده. واجيب الفواصل اللي انا عملتها من جوه دي واحطها. بس انا مش عايزه الزقها عشان لو حابه تغيري كل وقت للتاني، عايزه تغيري التقسيمه بتاعتك وكده. بس يبقى ده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه واشوفكم الفيديو الجاي. باي.